السلام عليكم أساطير HD أكشن. بطلة فيلمنا النهاردة هي مقاتلة قوية جدا بتقرر تنتقم من أكبر المنظمات في العالم لأنهم قتلوا جدتها وحرقوها، لكن يا ترى هتقدر تنتصر ولا لأ؟ ده اللي هنعرفه النهاردة. وبيبدأ فيلمنا النهاردة مع مجموعة معاهم أسلحة وبيجروا ورا بنت في الغابة، تفضل تجري منهم لحد ما بتوصل لنهاية الطريق والشلال تحتها، فبتقرر إنها تستسلم ليهم والكل بينزل الأسلحة، لكن فجأة بتجري البنت ناحية الشلال وبتنط بمنتهى الشجاعة. وعلشان نعرف ليه كل ده بيحصل محتاجين نرجع 3 أيام لورا، وقت وصول سيان من دراستها في الخارج علشان تزور قابلتها وجدتها اللي ربتها بعد موت أبوها. وبتوصل سيان عند الجدة اللي بتفرح جدا إنها جت تحتفل معاهم براس السنة، خصوصا لأن سيان كانت سابت القبيلة من فترة كبيرة علشان تدرس وتحسن من مستواها التعليمي، لأن المكان اللي بيعيشوا فيه عبارة عن جبال وغابات وطبيعة فقط. وبتركب الجدة معاها الموتوسيكل وبيروحوا يسلموا على باقي القبيلة اللي بيفرحوا هم كمان بعودة سيان، وبالأخص خوسيه صديق سيان المقرب من الطفولة واللي باين عليه إنه بيحبها. وبتبدأ الاحتفالات والكل بيبقى مبسوط بعاداتهم وتقاليدهم اللي متمسكين بيها لحد دلوقتي رغم تطور العالم الشرس من حواليهم. ولما بتروح سيان وبتشوف صورة أبوها بتفتكر زمان لما الأجانب وصلوا للقبيلة ومسكوا أبوها وأمها، ولما حاولت تهرب أمها قتلها الجنود بدم بارد وقبضوا على أبوها علشان يقضي بقية حياته في السجن بسبب إنهم اتهموه في قتل واحد من الأجانب. وفي الليل بيجي خوسيه وأخوه بيدرو وأبوهم علشان ياكلوا مع سيان وجدتها، وبيتكلم بيدرو عن خوسيه اللي شغال في الصحافة والنت، لكنه ما بيتكلمش أبدا عن الاضطهاد اللي أهل قبيلته بيتعرضوا ليه. فبيقول خوسيه إن العالم ما بيمشيش كده وما يقدرش إنه ينشر أي حاجة عن الكلام ده وإلا مش هيشتغل تاني. وبيبان إن خوسيه دايما بيفكر بعقله على عكس سيان اللي بتبقى موافقة بيدرو في كلامه إنهم لازم يتصدوا لاضطهاد الأجانب ليهم. وتاني يوم بتاخدها الجدة سيان معاها وبيقعدوا شوية مع الطبيعة علشان تفكرها بالكلام اللي كانت بتقوله لها دايما لما كانت صغيرة، وهو إن الأراضي بتاعتهم دي مقدسة ومطلوب منهم يدافعوا عنها بأرواحهم علشان تفضل مزدهرة وجميلة زي ما هي. وهنا بنفهم إن قبيلة سيان علاقتها قوية جدا بالأراضي بتاعتهم وبيعتزوا بيها جدا، وده بسبب اعتقادهم إنها هدية من ربنا ولازم يحافظوا عليها وسط التطور العنيف للعالم من حواليهم. في نفس اليوم سيان بتشوف عربية واقفة قريب من بيت جدتها وبيسألوا عليها وبيقولوا إنهم عايزين يتكلموا معاها في موضوع، فبتقلق سيان شوية لكنها بتاخدهم لجدتها فعلا. وبيفضل الشاب اللي اسمه أنطونيو يتكلم بطريقة ما بتعجبش الجدة اللي بتطلب منه يدخل في صلب الموضوع على طول، فبيقول لها إنهم عايزين يشتروا جزء من الأراضي بتاعتها علشان يستصلحوها ويطوروا منها. وبتفهم منه إنه أسباني فبتبص للراجل اللي معاه وده بيبقى عالم جيولوجيا واسمه ليرا، لكنه تشيلي زي الجدة مش أسباني، فبتطلب منه يوضح لأنطونيو إن علاقتهم بالأراضي دي مقدسة وما يقدروش يبيعوها. فبيديها أنطونيو ورقة فيها تفاصيل الشركة بتاعت أبوه ماكسيمو لكنها ما بتهتمش وبترفض العرض وبتطلب منهم يمشوا. فبيسيب أنطونيو عرض مبدئي للأرض بقيمة 50 مليون دولار، وكمان بيقول لها إنه ممكن يعلي السعر بس هي توافق. سيان بقى بتبقى شاكة فيهم وبتقرر تتعلق في العربية بتاعتهم لحد المخيم اللي موجودين فيه علشان تعرف بيفكروا في ايه، وبالفعل بتلاقي انهم قاعدين في مخيم كبير مليان بالآلات، وبتتجسس على الخيمة اللي فيها أنطونيو وليرا وهم بيتكلموا، وبتسمع أنطونيو بيتكلم مع باباه وبتبدأ تسجل اللي بيدور بينهم. وبنلاحظ ان ماكسيمو مش بيثق في ابنه خالص لانه مضطرب ومدمن وبيفقد أعصابه بسرعة، وعلشان كده بيسأل ليرا عن الموضوع وبيتضح انهم عايزين الأرض دي علشان يخرجوا منها عنصر نادر جدا اسمه الكوبالت. ولما بيسأل ماكسيمو ابنه قدر يشتري الأرض ولا لا بيعرفوا أنطونيو انه اتفق على عرض مبدئي قريب هيخلص. وبعد ما بيقفل مع أبوه بيتكلم مع ليرا انهم مستحيل يبيعوا الأراضي بتاعتهم، بس أنطونيو بيتعصب عليه وبيطلب منه يسيبه لوحده شوية. ولسوء الحظ ليرا لما بيخرج بيشوف سيان وهي بتسجل اللي بيحصل في الخيمة والكل بيطلع يجري وراها، لكنهم بيدخلوا من طريق الغابة واللي يعتبر سيان متربية فيها وعارفة كل حاجة عنها، وده السبب اللي بيخليها تهرب قدام عينيهم ومحدش بيعرف يمسكها. وبتجري على جدتها وبتحكي لها اللي بيحصل وبتطلب منها يمشوا بسرعة، لكن الجدة بتبقى شايفة انها متسرعة وانهم ما يقدروش يسيبوا بيتهم ويمشوا. وهنا بيوصل أنطونيو وأتباعه وبتفضل الجدة تزعق معاه بسبب انه عايز ياخد الأرض يحفر فيها وانه جايب آلات كتير علشان يستخرجوا عنصر معين. وبتفضل تستفز في أنطونيو بالكلام وبتعرفه انه عمرها ما هتبيع الأرض بتاعتها. وهنا
بيفقد أنطونيو أعصابه وبيطلع مسدسه وبيضرب الجدة طلقة في دماغه علشان تموت فورا. وبتتصدم سيان من اللي بتشوفه وبتحاول تهجم عليه، لكن الحارس بتاعه بايكوف بيضربها وبيخليها تفقد الوعي. وهنا بيقول أنطونيو وهو متوتر إن كلهم في مركب واحدة ولازم يتخلصوا من المشكلة اللي حصلت دي، وبيطلب من رجالته يحطوا الجدة وسيان في البيت ويولعوا فيه. وليرا بيبقى مرعوب من اللي بيحصل بس خايف يتكلم بدل ما يقتلوه هو كمان. وبالفعل بيحطوا الاتنين في بيت الجدة وبيولعوا فيه النار. وبتفتكر سيان لما كانت صغيرة وراحت مع الجدة لمدرب القرية علشان يعلم سيان القتال، لكنه رفض يدربها لأنها بنت ومفيش بنات في القبيلة بتتدرب على القتال. بس لما بيلاقيها مصممة بيطلب من طفل تاني إنه يدربها، لكنها بتقدر توقعه وبتطلع تجري جوه الغابة وبتعمل له كمين وبتوقعه. فبيجي المدرب وبيقوم الطفل وبيعلن قدام الكل إنه قبل سيان علشان يدربها لأن عندها روح المحارب اللي هو بيدور عليه. في الوقت ده بتفوق سيان قبل ما البيت كله يتحرق، وبتودع جدتها اللي ميتة جنبها وهي حزينة، وبتخرج علشان تنتقم من اللي كان السبب في موتها. وبتهجم على السواق وبتضربه علشان يفقد الوعي، وبتخرجه من العربية وبتولع فيها علشان تنفجر قدام الكل اللي بيتصدموا لما بيلاقوا إن سيان فاقت ودخلت الغابة. فبتقول ميراندا المقاتلة اللي معاهم إن ما ينفعش يدخلوا وراها الغابة لأنها موطنهم، لكن أنطونيو بيبقى خايف الموضوع يتعرف وهو مش ناقص مشاكل مع أبوه، وعلشان كده بيقرروا يروحوا وراها ويقتلوها قبل ما المشكلة تكبر عن كده. وبتفضل سيان تفتكر تدريباتها زمان وبتبدأ تعمل خطة علشان تنتقم من أنطونيو واللي معاه. ولما بيدخل الليل بيخيموا في الغابة على أمل إن سيان تظهر أو يطلع النهار ويكملوا مطاردتها. بس سيان في الوقت ده هي اللي بتكون مراقباهم ومستنية الفرصة المناسبة علشان تهجم عليهم. وبالفعل أول ما النهار بيطلع بتهجم على السواق اللي بيطلع سكينة وبيحاول يدافع عن نفسه، لكن سيان بتخليه يطعن نفسه وبتهرب بسرعة وهم وراها لحد ما بيجي المشهد اللي كان في البداية. وبتتحاصر سيان قدام الشلال وبتقرر بشجاعة كبيرة إنها تنط علشان تنقذ حياتها، لدرجة إن بايكوف الشرس نفسه بيعترف بشجاعة البنت دي لأن مش أي حد ينط من الارتفاع ده أبدا. وبتفضل سيان مع المية لحد ما بتخرج، بس كتفها بيبقى اتخلع، لكنها بمنتهى الهدوء بترده بقوة علشان تقدر تكمل اللي بدأته. وكمان بتاخد نبتة معينة جنبها علشان في جرح في ايديها التانية وعايزة تعالجه برضه. في الوقت ده بيتصل ماكسيمو بابنه علشان يعرف آخر التطورات، ولما بيقول له أنطونيو على اللي بيحصل بيفضل الأب يزعق له ويطلب منه يكلم بايكوف، وبيفضل يزعق لبايكوف لأنه طلب منه يظبط تصرفات ابنه لحد ما المهمة تخلص، وهو فشل في ده. ساعتها بيعمل بايكوف إن الشبكة وحشة وبيقفل معاه علشان يرتاح من كلامه ويعرف يتصرف. الشرطة دلوقتي بتوصل لبيت الجدة المحروق وبيطلعوا جثتها، وبيبقى خوسيه هيتجنن وعايز يعرف ايه اللي حصل لسيان. في نفس الوقت اللي بيتصل فيه ماكسيمو بالعمدة وبيعرفه اللي حصل، وبيقول له ان سيان وجدتها كانوا ارهابيين ولازم يقبض على سيان. ولما بيوصل العمدة للمكان بيروح له خوسيه وبيقول له ان في ناس هم اللي قتلوا الجدة وكمان زمانهم بيطاردوا سيان دلوقتي، لكن العمدة ما بيهتمش وبيطلب من جنوده انهم يبعدوا خوسيه. وبيقول لواحد من الجنود ان سيان دي ارهابية وبتشكل خطر على المجتمع، وإنها قتلت جدتها وعالم من الأجانب كمان، وطبعا كل ده علشان يرضي ماكسيمو. أما أنطونيو فبيقرر إنه يسيب السواق لأنه بيعطل حركتهم بسبب الإصابة اللي في رجله وبيمشوا، لكنه بيسمعه وهو بيقول إنه هيعترف بكل حاجة حصلت. وهنا بيدي الأمر لميراندا إنها تروح تخلص عليه وسط ذهول من ليرا اللي بدأ يخاف على حياته هو كمان. وبتبدأ سيان تجهز قوس وسهام علشان تطاردهم واحد ورا التاني وتنتقم لجدتها. وبيظهر خوسيه قدام عربية الشرطة اللي أخدت أبوه وأخوه وبيوقفهم وبيهدد بقتلهم وبيخليهم يربطوا بعض في العربية، وبيحرر أخوه وأبوه علشان يدخلوا الغابة يدوروا على سيان قبل ما يحصل لها حاجة. وبتقف سيان وهي ثابتة وبتبقى خلاص هتصيب أنطونيو، لكن ليرا بيعدي من قدامه في آخر لحظة وهو اللي بياخد السهم في رجله. وهنا بتقول ميراندا إن سيان بتستدرجهم علشان تخلص عليهم واحد ورا التاني، لكن مع ذلك بيطلعوا يجروا وراها علشان ينقذوا ما يمكن إنقاذه لحد ما بيلاقوا جسر تاني وبيمشوا عليه. وهنا بتقدر سيان اللي مستخبية تحت الجسر إنها تقطع حباله وتوقعهم في النهر ما عدا ميراندا اللي قدرت تمسك في الجسر وبتضرب سيان، لكن سيان بتتفادى ضرباتها وبتفضل تضربها بمنتهى القوة لحد ما بتوقعهم هي كمان معاهم. وهنا بيتصل ماكسيمو على العمدة وبيطلب منه يلاقي البنت بأي طريقة ويخلص الموضوع، لأنه لو خرج للصحافة شغلهم كله هيتضر. وبنفهم إن ماكسيمو بيستهدف الأماكن الفقيرة والغنية بالمعادن في نفس الوقت، وده علشان
بيستخرج المعادن دي ويبيعها لشركات تانية مقابل مليارات الدولارات. وأثناء ما خوسيه وعيلته ماشيين في الغابة بيشوفوا السواق وهو مذبوح، فبيخافوا أكتر على سيان، واللي بتبقى واقفة بتتدرب شوية وفجأة بيشوفها بايكوف وبيهجم عليها. ورغم قوة وضخامة بايكوف إلا إن سيان بتقدر إنها تشل حركته وبتربط رقبته ورجله بمنتهى البراعة، وبتعرفه إنه لو اتحرك حركة واحدة هيخنق نفسه ويموت. وكده بيتبقى أنطونيو وميراندا اللي بيعرض عليها فلوس كتير جدا مقابل إنها تقتل سيان. وبيظهر ليرا في الليل قدام سيان وبيعلن استسلامه بعد ما قرر أنطونيو يسيبه وراه، وبيديها تليفونه اللي عليه صور للمواقع اللي بيشتغلوا فيها وصور كمان لماكسيمو أبو أنطونيو، وبيحكي لها كل حاجة مقابل إنها تطلعه من هنا حي لأن عنده عيلة عايز يرجع لها. وتاني يوم بيتقابل خوسيه وأهله مع أنطونيو وميراندا، ولما بيسأل خوسيه عن سيان بيعرفوا إنه معاه، وبسرعة ميراندا بتقتل أبوه وأخوه وبيهرب خوسيه علشان يدور على سيان. وبتسمع سيان صوت ضرب النار وبتروح تصحي ليرا، لكنه بيبقى مات بسبب الإصابة اللي عنده خلاص. وبتوصل سيان للجثث وبتلاقي الأب لسه عايش وبيطلب منها تدور على خوسيه، وبيموت وسط حزن كبير منها. وبتشوف واحد بموتوسيكل فبتضربه وبتاخده وبتجري وراها ميراندا بموتوسيكل هي كمان، لكنها بتقدر تعمل لها فخ وبتخليها تخبط بشكل قوي في الحجر وبتقع ميتة على الأرض فورا. ساعتها سيان بترجع علشان تشوف خوسيه وتخلص على آخر واحد اللي هو أنطونيو، لكن أنطونيو بيشوفها وبيديها ضربة بتفقدها الوعي. ولما بتفوق بتلاقي نفسها مربوطة في الشجرة وأنطونيو قدامها وبيحاول يعتدي عليها، لكنها بتعضه من ودنه فبيتعصب وبيضربها وبيروح يغسل الجرح. في الوقت ده بيظهر خوسيه وبيفك سيان وبياخدها معاه وبيقعد يتكلم معاها وبيعرفها ان الانتقام مش هو الحل، وكمان مش هيرجع لها جدتها مهما حصل. وده طبعا لان خوسيه بيفكر دايما بعقله، لكن سيان بتبقى عايزة تقتل أنطونيو وأبوه كمان. وأثناء ما هم بيتكلموا بيشوفوا أنطونيو بيضرب النار على خوسيه اللي بيطلب من سيان تهرب بسرعة. وبيطلع أنطونيو ورا سيان لحد الشاطئ وبتوقعه سيان في البحر، وبتاخد مركب وبتطلع تجري، بس هو ما بيستسلمش وبياخد مركب هو كمان وبيطاردها لحد ما بينزل على المركب بتاعتها. وطيارة الشرطة فوقهم بتطلب من سيان تسيب الرهينة اللي معاها لأنها إرهابية ومطلوب القبض عليها. وهنا سيان بتضرب أنطونيو بدبوس جدتها وبتنط في البحر قبل ما المركب تخبط في الخشب وتنفجر ويموت أنطونيو. وبيوصل ماكسيمو أخيرا وبيشوف جثة ابنه، لكنه ما بيبقاش مهتم قوي، وأهم حاجة عنده الصفقة مع الناس الكبار ممكن تبوظ بسبب سيان. أما سيان فبتحلق شعرها وبتتنكر وبتركب مع سواق تريلا علشان يخرجها من المكان بشكل آمن لحد ما تقرر إزاي هتقدر تخلص على ماكسيمو هو كمان أو تسيبه وتنسى جدتها للأبد. وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة أسطورة. ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD أكشن.